السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا في الصور راح نديروا لا تارت سيترون. لا تارت سيترون راح نديروها بعجينه بزاف شابه وبزاف بنينه وسهله. كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش لي فون دو تارتوليت، سي بور سا درت لكم هاد العجينه. هاد العجينه راني درت بها لا تارت سيترون، درت بها لا تارت فريز. لا تارت فريز راح نصيبوا لا كريم تاعها في صندوق الوصف، باسكو كنت درت هذه هجه معكم. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير لا تارت او سيترون المنعشة. واش راح نحتاجو رطل تاع الفرينة، 250 غرام تاع زبدة تكون غامولي بصح تكون باردة. الحاجه الاولى واش حنديرو، راح نحكموا هذيك الفرينه اللي قلت 500 غرام، نزيدوا لها 50 غرام تاع السكر غلاس، ندخلهم في بعضهم. ودائما كالعاده راح نصيبوا كامل المقادير في صندوق الوصف. نزيدوا عليها واحد مغرفه صغيره تاع لافاني، ومن بعد نرموا هذاك الدهان كما قلت لكم يكون غامولي بصح يكون بارد. وتكونوا قطعتوه دي بتي مورسو. هذه سي اون بات بريزي الي تري فاسيل ا فير. ونقعد ندخل هذاك الدهان مليح في الفرينه حتى الفرينه تاعي كامل تولي لي بالزبده. وراح نزيد كما شفتوا في الصوره حبه تاع صفر بيض ندخلها هي تانيك، وفي الاخر راح نلم العجينه ديالي بالحليب. كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش لا طاخت باغ اكزومبل كيديروها في ليمول ولا تحبط لهم. دونك لازم تعرفوا باللي كي تحبط لكم راكو لا بات عجنتوها، حنا اللي نلموها يعني ما نقعدوش ندلكوا فيها باش ما يحش يصرنا هذاك المشكل. هنا كنت كملت لميتها بالحليب تاعي. شوفوا شحال تجي شابه، تجي طريه وتجي خفيفه بزاف. نحطوها بالجنب ونروحوا نجيبوا لي مول. انا خدمت بهاد الكميه دارت لي هادو لي دو مول، واحد كبير وواحد صغير. كنت دهنتهم بالزيت بيان سور وسبودريتهم بالفرينه ورحت نحلها بالوراق. كي نورقوها دي فوا الا كانت تلصق لكم ولا معليش رشوا عليها شويه فرينه بصح ما تكتروش، باسكو فيها الميزان تاع الفرينه سوا. ليبيسور تاعها مش حتكون عريضه بزاف ومش حتكون رقيقه، تكون اون تان موين باسكو حتزيد تطلع شويه في الكوشه. كي نديرها في السنيوه تاعي اللي راح نطيب فيها، نديرها ومن بعد نعاود نسقم مليح لا بوردور ونحي كامل هذوك الزيادات، ونحرص باش تكون ليبيسور تاعها كامل كيف. فوالا هنايا راني كملت العجينه تاعي والسنيوه تاعي الاولى. هذه راح نديرها لا تارت سيترون. من بعد راح نطقبها بالفرشيطه كامل وندخلها طيب على كوشه 180 درجه لمده 15 حتى ل 20 دقيقه. انا نحبها حمراء. نروح مباشره لا كريم تاع السيترون سهله، فيها لو جو سيترون، السكر، البيض والزبده. نحكم عصير ليمون تاعي بعد ما كنت صفيته. ندير السكر في كاسرونه بيان سور ونزيد البيض تاعي، يعني كل شيء بارد في بارد. نخلطهم قبل عاده باش نشعل النار، باسكو هنايا علاش نخلطهم باش كي نديرهم فوق النار البيض تاعي ما يطيبش. وإلا كي نخلطهم فيت في كي تبدا تعقد نرمي الزبده ديالي مباشره ونزيد نخلطها حتى تذوب لي ديك الزبده. بعد ما تذوب الزبده نخليها تغلي هكا واحد 2 غليات 3 حتى تعرف الزبده تدخل مليح في لاكريم، يعني ما تبقاش هذيك الطبقه تاع الزيت من الفوق. ودائما نحرك يعني بحركات دائريه ونحرك فيت في. فوالا هنايا شوفوا كيش راهي عقدت. هاد لاكريم تجي بزاف بنينه ومن بعدا تولي لكم هايله. نحوها مباشره ونحطوها في ريسيبيون دو بريفيرونس يكون تاع الزجاج ونميكسيوها. كي نميكسيوها راح نشوفوا بلي لا كولور تاعها حتتبدل. في الاول تكون شغل صفراء فونسي ومن بعد تولي صفراء كلير. كيما قلت لكم فوالا نميكسيوها تكون سخونه ومن بعد نديروها فيلمي او كونتاكت يعني بالبابي هذاك سولفيريزي. شوفوا اللون تاعها اللي حين تحصلوا عليه تولي يعني لا كولور تاعها كلير بارابور اللي جبتها. ونديرها في الفريجيدير حتى تبرد تماما. هنا بعد ما بردت شوفوا لا كونسيستانس تاع لا بات تاعها تجي كريموس وتجي بزاف خفيفه. صدقوني يعني سي اون روسيت بزاف ناجحه. حاجه الاولى راهي ناجحه وبنينه وخفيفه خفيفه خفيفه، ما تقدروش تصوروا الخفه تاعها من ناحيه العجينه ومن ناحيه لاكريم. بعد ما ايطاليت لاكريم تاعي كامل ونسقم لها لو نيفو تاعها بيان سور بلا سباتول،
باش ما تكونش جهه معمره وجهه فارغه. راكم عارفين هاد المراحل دائما يكونوا ما حين تحتاجوا يعني ماتيريال كبير، جوست اون سباتول ولا وتقدروا تخدموها. نروحوا نوجدوا لا مورينغ تاعنا. انا هنا درت اون مورينغ سويس باسكو سي لا مورينغ سهله وتجي بزاف بنينه. واش نديروا في لا مورينغ سويس؟ سي وزن بياض البيض للدوبل ديالو، يعني الضعف تاعو نديروه سكر، نخلطهم بارد في بارد ونديرهم في البان ماغي فوق النار، ونبقى توجور نخلط بالفوي وشغل نخلط فيت في باسكو كما خلطش فيت في البيض تاعي راح يطيب. الوغ كي تبداو تخلطوا منين داك هكا غير بصبعك مسيها، الا صبتيها بدات تولي سخونه نحيها من النار عفوا، وروحوا ديريكتومون طلعوها بالباطور حتى تولي لك اون مورينغ. وكما قلت لكم التفاصيل والمقادير راح تصيبوهم في صندوق الوصف، باسكو دي فوا في الفيديو تنساي تقولي انغريديون فو ولا دونك صندوق الوصف مديور باش نحط لكم فيه لي زانغريديون حتصيبوهم تما سوا سوا. كما قلت لكم فوالا هنايا كملت طلعت لا مورينغ تاعي، نقعد نطلعها حتى خلاص تولي لي فيرم، يعني كي نقلب الريسيبيون تاعي ما طيحش. فوالا شوفوا جات بريونت وجات هايله. هذه راهي سهله بارمي لي مورينغ اللي نستعملوهم بزاف في الحلويات تاعنا. نروحو نجيبو بوشادوي ونديرو اون دوي كانولي اللي فيها تراتيف هذيك. هنا يبقى اختياري، كل واحد كيفاش يحب يدير الشكل تاعو. انا هنا درت غير دي غوزاس هكا وريدات هكا باش يجوني شابين. درت وريدات يعني حتى كي نخدموا في الدار الا زعما نديروا ديكوراسيون شابه باش تحسي كي تحطي هذيك لا طاخت تاعك مالين الدار تعجبهم، وكون عارفين كيما اللي يديروا تاع برا وتجي بنينه ونقيه وخدمتيها في دارك وبيدك وكل شيء نقي. المهم هنا كما كنتوا تشوفوا راني ندير في لي غوزاس درتهم هكا ساير داير على كامل لا طاخت تاعي. كي كملت راح جبت شاليمو باش نحرق هذاك هذه المرحله الشابه كامل كما نقولوا لا توش فينال تاع لا طارت سيترون. اللي ما عندهاش شاليمو بيان سور تنجم ديرو في الفور، تحمري هذيك لا مورينغ تاعك وتخرجيها. انا قعدت نتبع باش يجيني الشكل شباب، قعدت نتبع الدوائر هذوك تاع لي غوزاس باش ميم في لا مورينغ يبانوا لي بلي راهم وردات. دونك كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وما تنسونيش باللايكات والانضمام في القناه واشتراك الفيديو مع اصحابكم. ونقول لكم بقاو على خير، ونقول لكم بصحتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وبقاو على خير. ليله مبروكه.